الحلقة الجاية هتكون مليئة بالأحداث السريعة والإثارة. خليل باشا الجندلي هتتم محاكمته، فهل هيعدم الجندلي؟ قرار إعدام الجندلي هيغير الموازين وهيثير اضطرابات كبيرة خصوصا في صفوف الانكشارية لدرجة توصل للتمرد. وهل الأقنجي هيحصل تمرد بعد إعلان حكم الإعدام؟ مفيش شك يا أصدقائي، إعدام خليل باشا الجندلي هيأثر على قوة وتماسك الجيش. السلطان محمد الفاتح هيكون في مأزق كبير، يا ترى هيعمل ايه؟ هل هيتجاهل كل المخاطر والضغوط ويتم تنفيذ حكم إعدام خليل باشا الجندلي، ولا هيغلب مصلحة الدولة ويحافظ على تماسك الجيش ويتراجع عن قرار الإعدام؟ تاريخيا يا أصدقاء، السلطان محمد الفاتح هينفذ حكم إعدام خليل باشا الجندلي لإثبات العدالة. بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.